النهارده خامس ايام عيد الاضحى، وعيد الاضحى اصلا 4 ايام، بس احنا بقى خدنا الاسبوع كله عيد. ربنا يجعل ايامنا كلها عيد وفرحه. كل سنه وحضراتكم طيبين. عايز اقول لكم بقى جنينه انطونيادس النهارده كانت عامله ازاي وزحمه ازاي وجميله ازاي، وهنتكلم كمان عن شكلها قبل التطوير ومشروع تطويرها فرق فيها ايه واستفدنا بيه ازاي النهارده على ارض الواقع اهو. وكمان هنتكلم عن تاريخها وشكلها بعد التطوير بقى عامل ازاي، وايه كمان اللي هيتم فيها الايام اللي جايه، اسعار التذاكر واجواء كلها فرحه وعيد وبهجه. كملوا معايا الحلقه للاخر مش هتندموا. بس لو بتشوفوني لاول مره يا ريت تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركايه وحكايه، وتفعلوا زر الجرس على الكل لو مهتمين بكل اللي بيحصل في محافظه اسكندريه محافظتنا الجميله. وما تنسوش تعملوا لايك للحلقه، وزي ما اتعودنا تقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. في البداية كده كلنا عارفين إن حدائق أنطونيادس حدائق تاريخية يمكن بيرجع تاريخها للعصر البطلمي، وده عصر بعيد جدا إن حدائق تفضل عايشة منه لحد دلوقتي، وأشجارها بندرتها وخضرتها يمكن هي مش أقدم حديقة في العالم، وفي حدائق تانية تاريخية، لكن العالم معرفش حديقة عايشة لحد النهاردة من الحدائق التاريخية دي غير حدائق أنطونيادس. الشوارع الداخلية ما كانتش بنفس التنظيم وما كانتش بنفس الرصف ده، كانت مجرد مدقات بتمشي على تراب. لكن دلوقتي بعد الرصف والتنظيم بتلاقي في أماكن للركنات وأماكن لسير السيارات. كمان بتتميز دلوقتي ان كل مكان وليه خصوصيته، زي ما حضراتكم شايفين في اماكن لتأجير العجل، اماكن تانية تقدر تقعد على النجيلة او على اماكن الجلوس من غير ما تتكلف اي شيء. ده غير ان في اماكن تانية فيها كافيهات لو حابب تاكل حاجة او تشرب حاجة، طبعا بيكون الجو مميز ومناسب لكده. طبعا في باب لحدائق الحيوان من جوه، تقدر تدخل من خلال حدائق أنطونيادس لحدائق الحيوان. تذكرة ب5 جنيه بس، وده سور حدائق الحيوان، وتقدر تقضي وقت جميل هنا ووقت جميل هنا، يعني اليوم هيكون يعني دسم. وده برضو من المباني الجديدة اللي لسه تحت التشطيب، يمكن المباني كلها بستايل وبطراز واحد، وده للحفاظ على الهوية والطابع الخاص بحدائق أنطونيادس. لسه لما يتم الانتهاء منه هنقدر نشوف ايه اللي هيحصل فيه. طبيعة خلابة بقى وأشجار الورد موجودة في كل مكان، يعني حاجة ممتعة جدا. كمان في مكان لملاهي الأطفال زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، يقدروا يقضوا وقت جميل. تحس إنها حديقة متكاملة، يعني تلاقي مسجد وتلاقي حمامات، تلاقي أماكن للقعدة، تلاقي كافيتريات، وفي طفطف كده، يعني شكله لذيذ جدا. بتقدر من خلاله ان انت تلف الحديقة كلها، يعني لو معكش عربية ممكن تركب الطفطف ده ويفرجك على الحديقة كلها. في عربية تانية برضو عاملة زي عربية الجولف كده بس اكبر شوية، برضو من الحاجات الجميلة اللي تقدر تقضي تجربة كويسة فيها، ان انت تتفرج على الحديقة وكل الاماكن اللي فيها، وبعدين تختار بقى المكان اللي يعجبك وتقضي اليوم فيه. من الحاجات الجديدة على حدائق أنطونيادس بعد التطوير إنها بقت بتفتح لمدة 24 ساعة في اليوم. طبعا من خلال عواميد الإضاءة اللي بقت منتشرة في الحديقة كلها بقينا نقدر نقعد بالليل. طبعا قبل كده كان الحديقة بتقفل حوالي الساعة 5 أو 6 المغرب، محدش كان بيبقى موجود جوه لأن ما كانش فيه إضاءة فيها. الفكرة كمان مش في عواميد الإضاءة بس، لا ده تقدر تقول إنها هندسة للإضاءة، يعني توزيع الإضاءة بشكل متميز. الأشجار تلاقيها بتنور، عواميد إضاءة منتشرة بشكل مميز، شرايط الليد في الجوانب وفي الأركان. تقدر تقول إن الإضاءة لوحدها مشروع تطوير في حد ذاته، وخلانا إن احنا نستفاد بالمساحة الشاسعة دي وبالحدائق دي بالليل وبالنهار. في كل وقت من اليوم تقدر إن أنت تستفاد بيها وتقضي يوم جميل. كمان تقدر 24 ساعة تكون موجود في حدائق أنطونيادس. تذكرة 15 جنيه، يعني حاجة مش غالية في خلال أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة سبت، والعطلات الرسمية بتكون 20 جنيه. كمان دخول السيارة 25 جنيه، بتبقى حاجة برضو تقدر تقضي يوم جميل مع أسرتك وأولادك. ويتهيألي التذاكر يعني مش غالية خالص. الجزء اللي حضراتكم شايفينه ده الجزء الأخير جوه اللي يمكن لسه بيتم تطويره دلوقتي، وهيتم برضو تطويره بنفس الستايل والشكل اللي حضراتكم شفتوه من شوية. ملاحظ كمان في حدائق أنطونيادس انها بيغلب عليها الطابع الاسري. دايما كده تلاقي اسره واولاد واطفال وكبار، اجيال، يعني تلاقي الاسره مثلا بالثلاث اجيال موجودين، سواء من اول الجد والابناء والاحفاد، تلاقي الاسره كامله موجوده داخل حدائق أنطونيادس. يعني زي زمان بقى كده لما كنا نروح النزهه والاماكن دي، فهي خروجه اسريه مميزه. كمان في جزء مخصص للملاعب، تقدر تلعب كوره، تلعب بدل، تلعب اي لعبه حضرتك بتحبها مع اصحابك.
في مكان مخصص للالعاب دي زي ما حضراتكم شفتوا، ملاعب جميله وعلى احدث مستوى. ورغم الزحمه الكبيره اللي كانت موجوده هناك، لكن ما تحسش فعلا ان الحدائق زحمه، وده لان مساحتها الكبيره والشاسعه بتستوعب عدد كتير من الزوار. ورغم الزحمه كمان ما شفناش اي مشكله ولا خناقه بتحصل، لان في امن كتير، يمكن شركه امن خاصه بنوجه لها الشكر، منتشرين بشكل مميز جدا في جميع انحاء الحدائق. ما رصدناش وما شفناش اي خناقه ولا اي مشكله حصلت رغم الزحمه الكبيره والمساحه الكبيره اللي حضراتكم شايفينها. كمان المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي بعد التطوير يعني عباره عن بحيره صناعيه كبيره وبرجولات وقاعده كويسه، مكان مميز جدا. كمان في بدلات اهي حضراتكم شايفينها معايا، تقدر تأجر بدال وتقدر تنزل البحيره تقضي وقت لذيذ جدا. مكان هادي جدا تقدر تقضي فيه وقت جميل. وزي ما حضراتكم شايفين ان كل ركن وكل جزء في الحدائق دلوقتي ليه خصوصيته وليه طبعه وليه طعمه اللي بيتميز بيه. انتشار صناديق القمامه في الحدائق بشكل مميز جدا، ده خلى المكان نظيف جدا، وطبعا اختلف كتير عن قبل التطوير لما كنا بنشوف اكوام من القمامه واوراق الشجر المتساقطه الصفراء. يعني الوضع دلوقتي افضل كتير. الاشجار التاريخيه والمعمره اللي اشتهرت بيها حدائق انطونيادس قدام حضراتكم اهي زي ما حضراتكم شايفين موجوده بعد ما تم معالجتها وصيانتها، طبعا لان الشجر زيه زي اي حاجه حيه ممكن يصيبها الامراض. واحنا عندنا هنا في اسكندريه علماء في كليه الزراعه، وفي كمان معامل للابحاث داخل الحدائق نفسها. جنينة الورد أول ما تدخل من الباب الرئيسي على الشمال المدخل بتاعها، وليها تذكرة 10 جنيه، لكن المكان مميز جدا وتحفة، وتقدر تتصور فيه صور مميزة جدا، حقيقي يستاهل. ولاحظت النهارده ان في كتير من العرسان والعرايس بيعملوا سيشن تصوير داخل جنينة الورد، طبعا لان المناظر جوه خلابة ومميزة جدا، وذكرى كويسة تقدر تحتفظ بيها من خلال التصوير داخل جنينة الورد. فرحان جدا ان في بلدي بقى في حديقة زي دي، وانها بتستوعب وبقت مقصد لكتير جدا من اهل اسكندرية ومن زوارها انهم يتفسحوا فيها، وبقت متنفس بعد ما كانت مهملة وقليل جدا اللي كان بيروحها. زمان كنت تلاقي طلعات ونزلات وارض منحدرة، لكن مع التخطيط الهندسي ليها دلوقتي بقت عبارة عن 3 مستويات، وتقدر تطلع من مستوى للتاني من خلال سلالم في شكل جميل جدا، وبيحسسك كل مستوى ان انت في جنينة منفصلة، وبيأكد كمان على موضوع الخصوصية اللي قلت لحضراتكم عليها. ومن فوق تقدر تشوف نظرة بانورامية لمساحة كبيرة من الجنينة، بتكون حاجة ممتعة جدا. بنصح كل حبايبنا اللي بيشوفونا انهم يروحوا يقضوا وقت جميل في الجنينة الجميلة ديت. كمان ضيوفنا من خارج اسكندرية تقدر تيجي تقضي يوم جميل، سواء بقى تقضي النهار مثلا في حدائق الحيوان وتكمل بالليل في حدائق انطونيادس، هتحس بتجربة مميزة جدا. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا معانا كل جديد في محافظة اسكندرية، ارجوكم اشتركوا معانا في قناتكم تركاية وحكاية، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات والاخبار والمتابعات الجديدة. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.